السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأعزاء، صباح الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير ونهاركم زين. تلبية لرغبات جميع المتابعين، لأني لاحظت عدة رسائل في الفيسبوك بعثوهم لي في لاباج نتاعي، ولقيت بعض الأشخاص ثاني كومونتاو لي في لاشين نتاعي في اليوتيوب، قالوا لي خويا رستم ماذا بيك تشرح لنا المنصة تاع الأسطورة. وتلبية لرغبات جميع المتابعين يا خوتي، ندير لكم رايكم، واليوم جبت لكم شرح منصة الأسطورة. قبل ما نبداو كالعادة ما تنساوش بالابوني، ما تنسوش باللايك، وهاي ندخلوا في شرح المنصة نتاعنا. كما راكم تلاحظوا يا خالتي، هذه واجهة المنصة نتاعنا، منصة الأسطورة ولا جيفت اوف ليغاسي، معناها هدية الأسطورة. كما راكم تلاحظوا هنا عندنا مجموعة من الأشخاص باللون الأسود، وهنا كاين أشخاص ولا كاين خانات فارغة باللون الرمادي. كما راكم تلاحظوا مكتوبة جيفتر معناها المهدى. وكما راكم تلاحظوا هنا في الواجهة كاين شخص وحيد باللون الأصفر اللي هو أنا كما راكم تلاحظوا، وهنا كل دائرة باللون الأسود. انتوما يا خوتي كما تسجلوا أول مرة راح يظهر عندكم باللون الأصفر، لكن الدائرة هذه راح تكون باللون الأحمر. علاش باللون الأحمر؟ لأنه المنصة هذه تعتمد على الفرسمون، يعني لازم دير فيها إيداع ولا دير فيها شحن بنسبة ولا بمبلغ 600 ألف. باش نكون واضحين، المنصة هذه لازم تدخل فيها ب 600 ألف. على بالي راكم تسائلوا وتقولوا 600 ألف هذه شكون راح يديها؟ هنا كما راكم تلاحظوا يا الخاوة في الفريق نتاعنا في النص تاعو كاين شخص اسمه نهال، ولا الطفلة هذه اسمها نهال، راهي مزوقة هنا كما راكم تشوفوا باللون الأحمر، داروا لها واحد الموتيف. كي تلقاو الشخص هذا في المنتصف معناها هذا هو الأسطورة. والأسطورة هذا كي تدخلوا نتوما جدد راح تفارسيو له 600 ألف، يعني تحكم بلاصتك هنا، و 600 ألف هذه تديها نهال. وكل شخص يدخل المنصة هذه يعني يولي في الخانة الرمادية هذه يفارسي 600 ألف للأسطورة. يعني احسبوا نتوما 8 في 6 تولي عندكم 4 ملايين و800 ألف. 4 ملايين و800 ألف هذه راح تديها الأسطورة. بعد ما تديها الأسطورة هذه يا خاوتي راح تخرج من الواجهة خلاص، ولا تخرج من المنصة، وبالتالي راح تولي يا فاتي يا تولي يا حوتة هذه هي في النص وتولي هي الأسطورة. وكل شخص جديد يدخل المنصة هذه راح يولي فارسي للأسطورة الجديدة، يعني تبقى بطريقة دائرية وتبقى الحلقة تدور. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. بعد ما فاتي هذه والحوتة تولي أسطورة، نجاة هذه ولا رستم ولا سعيدة بركاني ولا نصيرة راح تولي هنا، يعني كي تكمل الأسطورة خدمتها راح نرجع أنا أسطورة، ولا يرجع واحد من الأشخاص هذو أسطورة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نفترضوا انك انت وليت اسطوره دركا، واش المطلوب منك؟ مطلوب منك انك تستدعي اشخاص، ولا الفريق نتاعك يستدعي اشخاص، يعني بطريقه تعاونيه. ما كانش واحد يخليك مطايش في الجروب هذا، يعني الطريقه هذه راح تكون تعاون بيناتكم. عليها سماو المنصه هذه منصه تضامنيه ولا منصه تعاونيه، لانه مستحيل شخص راح يخلي الاسطوره هذه تاع اون بان، يعني اللي وصل لهنا اوتوماتيكمون راح يبدا يستدعي اشخاص اخرين، والاسطوره هذه راح تستدعي اشخاص اخرين. الاسطوره حابه تتهنى تدي 4 ملايين و800، وانت حاب تقدم هنا باش تدي 4 ملايين و800. ان شاء الله تكونوا فهمتوني يا خاوتي. اما للناس اللي تتساءل وتقول كيفاش راح نفاسي للاسطوره هذه، كما راكم تلاحظوا كي تضغط على الخانه تاع الاسطوره ولا تضغط على اي خانه تاع شخص موجود في المنصه هذه، راح تلقى موجود الرقم تاعو وتلقى الايميل تاعو، تقدر تتواصل معاه. ولا كان طريقة أخرى واللي هي تتصل مع الشخص اللي استدعاك في المنصة هذه. كيفاش راح ديرها؟ نضغط على الواجهة نتاعي ولا نضغط على الحساب نتاعي، كما راكم تشوفوا مكتوب انفيتر حوتة 31، معناها الشخص اللي استدعاني في المنصة هذه هي حوتة. وراحت حوتة، هذه هي حوتة ديديكاس الحوتة. حبيت نمد تذكير يا خاوتي انه الشخص هذا ولا المرأة هذه فارسات لي مسكينة 600 ألف، ربي يذكرها على خير وكثر خير. كي اختي حوتة ما نعرفهاش الطفلة هذه من وهران، ديديكاس الناس وهران. على كل حال كما قلت لكم نضغط على الشخص هذا اللي استدعاني اللي هي حوتة، هذا النيميرو نتاعها، نتصل بها نقول لها حوتة اختي حاب نفارسي للاسطورة. هي راهي ديجا اون كونتاكت مع الاسطورة هذه ولا اون كونتاكت مع نهال. حوتة هذه وش دير يا خاوتي؟ تعطيني سي سي بي تاع الاسطورة، نفارسي انا للاسطورة هذه في سي سي بي، ونبعث الوصل تاع الفارسمون لحوتة. حوتة تبعثوا للأسطورة، والأسطورة تكونفيرمي الرقم تاعي ولا تكونفيرمي الحساب نتاعي باللي راهم فاعل. انا كما راكم تشوفوا يا خاوتي راهم فاعل باللون الاسود، كما قلت لكم كي يظهر عندكم باللون الاحمر معناها الشخص هذاك ماهوش مفاعل ولا ماهوش مفارسي في المنصة هذه. حبيت نمد تذكير يا خاوتي ولا نصيحة، اي شخص يخدم في المنصة هذه بعد ما يولي أسطورة وينسحب منها
انا ننصحه انه يعاود يرجع باش يدعم جميع الاشخاص اللي موجودين في المنصة هذه، وبالتالي تبقى الحلقة تدور وكل شخص يبقى يستفاد. انت كي تدخل جديد هنا تفارسي 600 الف اخرى، ومن بعد تولي تطلع بشوية بشوية تزيد ترجع اسطورة، وكل شخص فيكم هنا راح يبقى تتعاود الدائرة والحلقة تدور. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اما بالنسبة للاشخاص اللي حابة تستدعي ناس، حبيت نقول لكم انكم كي تكونوا في الصف الثاني هذا ولا تكونوا في الصف الرابع ما تقدروش ديروا دعوة. كما راكم تلاحظوا يقول لك you have not invited two people، معناها ما استدعيتيش اثنين من الاشخاص. لو ليان دانفيتاسيون يا خاوتي ولا رمز الدعوة راح يكون صالح مرة واحدة فقط لكل شخص. راح تمدولك الاسطورة هذه تتواصل معاها تقول لها اختي نيال اعطيني رابط الدعوة ولا رمز الدعوة باش نستدعي شخص اخر للمنصة هذه. تعطيك هي واحد الرابط، انت دير له كوبيي، تروح للشخص اللي لقيته حاب تنضموا للمجموعة هذه تبعثوا له يسجل باسم الحساب هذا. كي يسجل منه راح يضاف في الخانة الجديدة هذه اللي هي جيفتر ولا باللون الرمادي، راح يضاف شخص جديد في الفريق نتاعكم. وبنفس الطريقة الشخص هذا يفرسل هذا وهذا يفرسل هذا، ولا ديراكت الشخص هذا يفرسل هذا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني يا خاوتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني. اما بالنسبة للرسائل بين الفريق هذا راح تكون موجودة، وهي في الخانة هذه كما راكم تلاحظوا مكتوبة open board chat، نضغطوا عليها ضغطة واحدة. هذا هنا يا خاوتي كما راكم تشوفوا رانا نحكيو في بيناتنا. قلت لهم يخصني رابط باش نسجل الاشخاص، ناصرة ريبوندات لي كما راكم تشوفوا. ركزوا لي على حرف الياء في الاخير وين سجلي، يعني ردتني مرأة. علاش في رايكم يا خاوتي ردتني مرأة؟ انا نجاوبكم على السؤال هذا. انه في منصة الاسطورة وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي تلقى انت يقول لك اذا انت راجل ما تنضمش معنا في المجموعة هذه، نظرا لانه المنصة هذه يسيطر عليها اكبر عدد من النساء. في الفيسبوك تلقى اي طفلة تبارطاجي في المنصة هذه وتشرط تقول لكم انه الفريق نتاعها حبوا يتكون من النساء فقط، يعني هي من حقها. ولكن بما انه هذه المنصة كما قلنا تعاونية، خليوا الفرصة ثانية للرجال انهم يستفادوا من المنصة هذه ويربحوا شوية دراهم يا خاوتي. هذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا وان شاء الله تكونوا استفدتوا. اي واحد فيكم يواجه مشكلة ولا مازال عنده سؤال حول المنصة هذه يكتب لي في كومنتار ولا يبعث لي ميساج في لاباج تاعي في الفيسبوك وانا نجاوبه ونريبوندي له في الحين. خوتي خواتاتي، نبقى غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم وبون كوراج ان شاء الله.